طول عمري خايفة من إن أنا يبقى شكلي عجوز وظهري منحني. أحسن حاجة الواحد يعمل رياضة، واكتشفت بقى إن السباحة دي من ضمن الرياضات اللي سهلة جدا على الجسم. رحت بطولة العالم بتاعت قطر، جبت رقم عالمي وعندي شهادة بالموضوع ده، وكان أملي إن أنا لما أنزل يبقى في حد ورايا، ما بقاش آخر واحدة. انتي من الناس القليلة قوي اللي بعرفها اللي قال لي الحياة بالنسبة لي ابتدت بعد ال65 سنة. احكي لي بقى القصة دي. القصة دي إن أنا لما اتحلت على المعاش اكتشفت إن فعلا الحياة بتبتدي، ما فيش مسؤوليات كتير. ابتديت أحس إن أنا لازم أخد بالي من نفسي. طول عمري بخلي بالي من الناس اللي حواليا، من عيالي، من جوزي، من بيتي، لكن لما اتحلتي على المعاش الدنيا خلاص اترستقت. فدي بالنسبة لي حرية. ايه اللي خلاكي تتجهي للعوم وتبتدي تعومي وتخشي بطولات في السن دوت؟ أنا ابتديت بالرياضة، أنا ما كنتش رياضية خالص وأنا صغيرة، وبعدين اشتغلت في الميدل إيست مترجمة. كان ما فيش أي حاجة تتعمل، كان في فراغ في الوقت. اتجهت ان انا اروح الجيم وابتدي اعمل شوية كلاسز، فابتديت احس ان ده حاجة كويسة ليا طبعا جسمانيا ونفسيا وكل حاجة. فلما اتحلت على المعاش عاوزة استمر، فابتديت استمر. رحت النادي، كنت بروح الجيم كل يوم، وكان جزء من الروتين بتاعي ان انا كنت بعوم نص ساعة بعد ما اخلص الجيم. ففي النادي في واحدة شافتني بعوم كل يوم، قالت لي احنا في عندنا حاجة اسمها فريق الماسترز، تعالي عومي معانا. قلت لها فريق ايه؟ هو انا حتى بعرف اعوم؟ قالت لا بس تعالي عومي معانا. فرحت ابتديت اعوم مع فريق السباحه. شويه بشويه المدربين والناس اللي حواليا قالوا لي اخش سباقات، فابتديت انزل بطولات. لقيت ان البطولات دي حاجه بتخلي الواحد يحس بالانجاز. مانيش بطله ولا بتاع، بس ان انا اخلص البطوله واخد ميداليه، الواحد بيفرح بحاجه زي كده. فاستمريت مع فريق الماسترز، ودلوقتي بقيت بروح انترناشونال كومبيتيشنز. حاجه تانية بقى، ما اقدرش اقف على اللي بعمله بس، فانا لازم يبقى فيه هدف. والهدف بتاعي دلوقتي ان انا اعوم الاربع عومات، واعوم حاجه انترناشونال بالاربع عومات اللي اسمها اي ام. ايه اللي يخلي حد في السن ده ما يقولش لا صعب قوي ابتدي دلوقتي، لا صحتي ما تجيبش، وحد تاني يقول يلا اجرب؟ الصحة. طول عمري خايفة من ان انا يبقى شكلي عجوز وظهري منحني ومش قادرة اتحرك. احسن حاجة ان انا الواحد يعمل رياضة، واكتشفت بقى طبعا مش بالقصد يعني ان السباحة دي من ضمن الرياضات اللي سهلة جدا على الجسم وخفيفة. مش مهم الواحد يبقى بطل، المهم الاستمرارية. منى، انتي كام سنة دلوقتي؟ انا 71. واو، وابتديتي العوم من 8 سنين بس؟ من 8 سنين بس. وبتكسبي بطولات في أنا العوم؟ رحت بطولة العالم بتاعت قطر السنة اللي فاتت، جبت رقم عالمي في 50 متر بريست، وعندي شهادة بالموضوع ده. وكان أملي إن أنا لما أنزل يبقى في حد ورايا، ما بقاش آخر واحدة. وفعلا وقد كان إن أنا ما كنتش آخر واحدة، وعملت رقم عالمي، ورايحة سنغافورة في أغسطس. بيبقى ايه احساسك وانتي واقفة على البوديوم كده؟ زي ما بقولك كده، ده بيبقى حافز ان انت تكملي، بتبقي مبسوطة، بتعملي حاجة لنفسك. زي ما بقولك انا مش بطلة عالمية، لكن لنفسي انا بخوض حاجة ما كانتش بقدر اعملها قبل كده. ايه بيحصل تاني في حياتك بجانب السباحة؟ انا ببتدي اكتشف حاجات كتيرة جدا 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 بعد ما اتحلت على المعاش. من ضمنها ان انا عايشة في مصر، وفي حتت كتير جدا في مصر عمري ما رحتها. فانا قررت ان انا اي حتة ما رحتهاش قبل كده هطلع في رحلة عشان أشوفها. الحاجة التانية اللي هنا عندنا في مصر الأوبرا فيها كمية programs very inexpensive، مش حاجة صعبة يعني. وطبعا الأصحاب، زي ما بقولك فريق السباحة ده بالنسبة لي دلوقتي بقت عيلتي التانية. فتبصي تلاقي ده حاجة جديدة في حياتي، أنا ما كانتش موجودة، إضافة لحياتي. طيب في الرحلات اللي انتي سافرتيها في مصر، في اي حتة كانت مش معروفة او كان اكتشاف بالنسبة لك؟ أنا معرفش ليه وإحنا بنكبر في مصر عمري ما حد قال لنا على الصحراء البيضاء والصحراء السوداء. لما قررت إن أنا أروح لقيتها حاجة مبهرة. دي من ضمن الحتت اللي أنا كان عمري حتى ما سمعت عنها. الرحلات ما هياش كلها رحلات 5 ستارز زي ما بيقولوا، بس أنا برضو اتعلمت في حياتي إن أنت تضغطي على نفسك، ده بيديكي قوة. مش لازم كل حاجة تبقى طول الوقت مريحة. اتكلمتي عن وجود الاصدقاء وكده. انا 48 سنة واوريدي حسيت ان كتير من صحابي تقلوا، الناس مش قادرة تخرج، مش قادرة تعمل. بتلاقي منين ناس في السن دوت اكتف وبتروح وتيجي وبتشجعك وكده؟ اولا
اولا الناس اللي في عيلتي احنا كلنا عشان متربيين مع بعض، فالمايند سيت او طريقه التفكير زي بعض. وبعدين بعد كده زي ما بقولك فريق السباحه ده مش بس سباحه، خلاني اتعرف على ناس كتيره جدا. ولو كان في مثلا 30 40 نفر فريق السباحه، اكيد هتلاقي 4 5 6 ناس زيك. فلقيت ناس بيحبوا يروحوا معايا الأوبرا، لقيت ناس بيحبوا ان هم يروحوا يسافروا، فده تشجيع. وانا على فكره لما ما بلاقيش حد يروح معايا بروح لوحدي. دي من ضمن الحاجات اللي انا اتعلمتها في الحياه، ما تخافيش تبقي لوحدك. الحياة زي ما فيها حاجات كتير، بس فيها برضو بتهيألي يعني مع السن بيجي ضغوطات كتير بتصعب شوية. ازاي الواحد يفضل ايجابي زيك؟ ده بيجي من جواكي، مفيش حد هيعمل لك حاجه، انت من جواكي لازم يبقى عندك هدف، والهدف ده هو اللي بيمشيكي. عشان تبقي بطلة في العوم بتعملي رياضات تانية بجانب العوم؟ بعمل فتنس، بس الفتنس بتاع السباحة is very particular عشان بقوي العضلات اللي حوالين المفاصل. علشان مثلا من ضمن الحاجات اللي في السباحة ان الناس دايما بتشتكي من دراعاتها او المفاصل دي، لانها بتستعمليها باستمرار باستمرار. خلي بالك ان كل ما الواحد بيكبر في السن العضلات دي بتحمي العظم، فيتامين دي والشمس والكالسيوم وكل الكلام ده كويس قوي، لكن فعلا اللي بيحمي العظم هي العضلات. حصل لك اي موقف كوميدي او غير متوقع في الرحلة بتاعتك مع العوم؟ اكيد هتلاقي حاجه. انا من ضمن الحاجات اللي ابتديتها بقالي سنه ان انا بعوم زعانف، ليج مختلف تماما عن السباحه العاديه. بتعومي بالزعانف وبتعومي بالسنوركل، بيعوموا في البحر. المشكله بقى ان انا ابتديت اعوم مش شايف حاجه خالص. مش شايفه لان انا وشي في الميه، فكل شويه اطلع راسي الاقي في مركب جنبي، مش هنا مش هنا، روحي الناحيه دي. فانا صممت ان انا اكمله، لان قعدت قلت لنفسي ايه بقى، انا صاحيه الساعه 5 الصبح وراكبه قطر من القاهره لاسكندريه وجايه لغايه هنا عشان اعوم 5 دقايق، اقول مش قادره، لازم هكمل. بس كانت في النهايه بقى كانوا عاوزين ان هم يشدوني عشان يطلعوني الميه عشان يخلصوا. ايه اكتر صعوبة قابلتك وازاي قدرتي تتغلبي عليها؟ الدنيا ما بتقفش عشان انا عاوزه اعوم، الدنيا ما بتقفش عشان انا اتحالت على المعاش وعاوزه اسافر. في حاجات بتجرى في الحياه. كان ابني عنده مشكله صحيه، كان لازم اوقف كل اللي بعمله وانتبه بس ليه، وده اخد مني تقريبا 6 اشهر. الواحد لازم يقف عشان يخلي باله من الحاجات والناس المهمين في حياته. الحياة مش كلها بس حاجات اللي أنا عاوزة أعملها، الحياة مش دايما بعمل. الفكرة بقى إن الواحد لما الموضوع ده الحمد لله بيتحسن بيخلص، إن هو يبتدي تاني. دي ساعات بتبقى أصعب من البداية خالص. دي حاجة من ضمن الحاجات، بلاش نعملها تراجيدي يعني في حاجات تانية، بس هي إن الواحد يبتدي تاني. اكيد انت بتلهمي ناس كتير قوي، يعني انا من الناس اللي موهومة بيكي. مين بعتلك رسالة او ايه اكتر حاجة اثرت فيكي وحسيتي ايه ده، انا بعمل دور خارج نطاقي، انا بأثر في ناس حواليا كمان؟ الحقيقه لما الواحد بيبقى جوه الموضوع مش حاسه ان انا بعمل حاجه خطيره، بس الناس اللي حواليا. يعني انا في كذا مره عملت انترفيو مع نايل سبورت، اتبعتت للجروب بتاع عيلتي يعني، وكلهم كانوا منبهرين ان انا في الانترفيو ده والكلام اللي اتكلمته. ففي ناس حواليا منبهره، بس انا في الموضوع نفسه مش بحس قوي بالموضوع ده. انا حاسه ان انا اوكي الحمد لله ان انا قادره اعمل اللي بعمله، انا مبسوطه ان هم مبسوطين مني وانا بعمله، بس يعني مش شايفه الحاجه الكبيره. طب وبتفكري تشجعي الناس بطريقة او باخرى او تدربي مثلا ستات في يوم ما؟ انا حاسه ان انا ما عنديش المعلومه او النو هاو ان انا ادرب اي حد، لكن التشجيع ايوه بشجع كل الناس بشكل انت لا يمكن ان تخيليه، لان حاسه ان الناس مش عارفين ناقصهم ايه. يعني انا مثلا من ضمن الحاجات حتى اللي في فريق السباحه ان هم ما بيجوش الفتنس مثلا، صدقوني الفتنس هيساعدكم. تقولي ايه لأي حد بيتفرج علينا النهاردة وكبير في السن وحاسس انه يعني مستثقل قوي ان هو يبتدي رياضة جديدة؟ يعني أنا أقول لهم اتحركوا، اعملوا أي حاجة. البداية بتبتدي بمجرد حركات بسيطة جدا. وأنا هقول لك معلومة تانية مهمة جدا جدا، إن كل ما بتكبري التوازن بتاعك بيقل. التوازن بتاعك معناها هتقعي، ولو وقعتي هتتكسري، ولو اتكسرتي ده بقى مأساة تانية. في لعلمك اكسرسايزز الناس على الكرسي، يعني الناس اللي ما بتحبش تقوم، في حاجة اسمها تشير يوجا، وتفتكري ان هي هايفة، ما هياش هايفة، لكن اعملي اللي على قدك وهتبصي تلاقي ان انت بسرعة جدا اللي عملتيه ده قادرة تعملي اكتر فاكتر فاكتر، وبعدين هتحسي ان انت صحتك وجسمك ابتدى يتحسن
فهتتبسطي. انا اول مره اسمع يعني حد مركز على تمارين التوازن. يعني عاده بنتكلم على الستريتشنج او على المرونه، تمارين قوه. تمارين التوازن دي في هيئه ايه؟ يعني بتبقى ايه نوع الرياضه اللي بتدينا توازن؟ انا مش عاوزه اتكلم على اليوجا قوي لان ام نوت يوجو. انا اليوجا بالنسبه لي ستريتشنج والتوازن. في مره حد قال لي وانت طفله صغيره بتبتدي تمشي ما بيبقاش عندك توازن، وبعدين بتعيشي عمرك كله عندك توازن، وبعدين لما بتكبري التوازن بيقل تاني. انت عمرك ما سمعتي عنه عشان انت مش 70 سنه. في تمارين كتيره جدا للتوازن، وهو ده اللي هيحميكي من ان انت تقعي. ازاي ممكن توزني ما بين ان تستمري في اللي انت بتعمليه وما بين انك تسمعي لجسمك وتقدري ان برضو السن له حكم؟ السن له حكم، ده حقيقي جدا، واكتر حاجه عدو للي انا بعمله الاصابه. لعلمك ان انا طالعه من اصابه سخيفه جدا. انا كنت في الاقصر واسوان وركبت البالون، وانتي بتركبي البالون ده فيري ديب وهم بيستعجلونا عشان نخش، فانا وانا بدخل حطيت رجل ومش التانية، فالرجل دي ما نزلت ركبتي اتلوت. فانا افتكرت ان هي حاجه مش قصه كبيره، يعني يومين 3 وهتخف. يعني لا، الكلام ده بقاله 3 اشهر ولسه حاسه بيه. اللي انا عملته ومع المدرب بتاعي ان انا ما بعومش رجلين خالص. مثلا بحط سفنجه بين رجلي عشان رجلي ما تتحركش، وبعوم الابر بادي. ودي حاجه من ضمن الحاجات اللي زي ما بقولك كده العدو الامثل للناس انا في رايي اللي هو الاصابه. الواحد لازم يخلي باله. منى، حلمك الجديد ايه او بتشتغلي على ايه اليومين دول؟ ان انا اعوم ال4 عومات. لسه عندي امل ان انا اجري، وطبعا ان الواحد يبقى عنده بيس اوف مايند، محملش نفسي اكتر من طاقته. محدش قال لمنى ايه؟ محدش قال لي أهمية إن الواحد لازم يخلي باله من نفسه. كل واحد مسؤول عن نفسه، ما فيش حد هينجدك، أنت لازم تنجدي نفسك.